مرحبا بكم في عالم الشغف والإثارة، في عالم الكرة، كل لحظة تحمل قصة جديدة. واليوم نحن مع خبر. أقر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يوم الأحد المعايير التي يستند إليها كل اتحاد قاري من أجل تصنيف فرق القارة، تمهيداً لترشيح أصحاب المراكز الأولى إلى المشاركة في منافسات كأس العالم للأندية 2025، والتي ستقام في الفترة بين 15 يونيو و13 يوليو 2025. ويشارك 32 فريقاً في كأس العالم للأندية 2025 بواقع 12 فريقاً من أوروبا و6 فرق من أمريكا الجنوبية، 4 فرق من أفريقيا، و4 فرق من آسيا، و4 فرق من أمريكا الشمالية، وفريق وحيد من قارة أوقيانوسيا إلى جانب الفريق المستضيف. ويتأهل بطل أعلى مسابقة في كل قارة في الفترة بين موسم 2020-2021 و2023-2024 مباشرة إلى كأس العالم للأندية 2025. في أفريقيا على سبيل المثال، سيتأهل كل من الأهلي والوداد تأهلهما إلى المونديال المقام في الولايات المتحدة الأمريكية، كونهما حققا الألقاب الثلاثة الأخيرة في دوري أبطال أفريقيا بعدما توج الأحمر باللقب مرتين 2021 و2023، وحصد الفريق المغربي لقب 2022. ويتبقى مقعدان: الأول من نصيب بطل دوري أبطال أفريقيا 2023-2024، والثاني يحصل عليه الفريق الأعلى تصنيفاً وفق معايير فيفا. ومن المحتمل أن يصعد فريقان إلى كأس العالم للأندية 2025 بناء على تصنيف فيفا إذا ما تكرر البطل في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، أي يتوج باللقب الأهلي أو الوداد. وأوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم أن احتساب النقاط في تصنيف فيفا بشأن كأس العالم للأندية 2025 يبدأ مع دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا في النسخ الأربعة 2021 2022 2023 و2024 بواقع الحصول على 3 نقاط عند الفوز بمباراة، نقطة واحدة في حالة التعادل، و3 نقاط إذا تأهل الفريق إلى المرحلة التالية. واستثنى فيفا المسابقات القارية الأخرى من تصنيف كأس العالم للأندية 2025 كالكونفدرالية والدوري الأفريقي والسوبر الأفريقي. فهل يتأهل الزمالك إلى كأس العالم للأندية 2025؟ لا يمكن أن يتأهل الزمالك بوصفه بطل دوري أبطال أفريقيا 2023-2024 لأنه لا يشارك في المسابقة من الأساس هذا الموسم. بتطبيق معايير تصنيف فيفا على مشاركات الزمالك في دوري أبطال أفريقيا بالفترة المحددة، يظهر أن الأبيض بحوزته 22 نقطة، جمعها من 4 انتصارات، التعادل 7 مرات، و9 نقاط بفضل المشاركة في دور المجموعات ب3 مناسبات. ويبتعد الزمالك كثيراً عن الصورة بشأن الفرق المرشحة للتأهل إلى كأس العالم 2025 من أفريقيا حسب تصنيف فيفا.